اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا طريقه فراخ تحفه وجامده جدا مع الرز الملون، حاجه تحفه. معايا ملح وكزبره وفلفل اسود، ده توم باودر على بصل باودر وزعتر وبهارات فراخ بابريك وهيل وبابريكا وشويه من الزعتر. والبهارات هنا الفراخ اللي هي بهارات الفراخ العاديه. معايا طبعا دول معلقتين صلصه وتوم. اول حاجه هننزل بيها التوم طبعا والزيت والخل. معايا هنا التوم نزلت بالخل، هخلي شويه بسيطه من الزيت، ده التتبيله بتاعتنا. هنزل بمعلقتين الصلصه، معلقتين اللي هي الاكل اللي انا بعمل بيها دي، بديل الدبس فليفله، يعني لو ما عنديش دبس فليفله بديلها الطماطم بصلصه ولا ايه. هحط كل البهارات بقى اللي احنا حطيناها ديت. وهنا معايا نص كوبايه من اللي انا حطيت منها الخل ميه، لان طبعا البهارات يعني كميه من البهارات فهتبقى تقيله ماسكه معايا، فلما بحط نص كوبايه ميه بتخفها معايا. نقلب البهارات كده ندمجها كلها كويس. شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون تحفه. عندي هنا بقى الفرختين طبعا غسلاهم ونضفاهم كويس، ندلكهم كده زي ما بيقولوا، ندلكهم كويس. المهم ان هم يشربوا التتبيله. طبعا لو عملناها من قبليها بيوم او بالليل مثلا ونسويهم تاني يوم بتبقى احلى واحلى، بس اقل حاجه من ساعه لساعتين في التتبيله. طبعا نحطهم في التلاجة ما يتسابوش بره. نقلب بقى كده، ندلك كل الفراخ بالصوص كده من جوه ومن بره اهو بالشكل ده، عشان كل التتبيله تدخل فيها من جوه. شايفين لونها عامل ازاي؟ ولما تطلع كمان بتبقى لونها تحفة والطعم كمان أروع. نسيبها طبعا لمدة ساعتين. معايا هنا بعد الساعتين بطرمانين مليانين مية، حطيت تحتيها لو حابين خضار ما تحطوا، مش حابين خلاص. أنا حطيت كوسة وبطاطس وجزر، وحطيت عليهم شوية من الصوص اللي هو التتبيلة اللي احنا عاملينها عشان يشربوا معايا. طبعا للي عامل دايت او كده حلو قوي الخضار، لان ما فيهوش اي مادة دهنية غير حاجة بسيطة، وبيبقى جميل كمان في الاكل. هنا حطينا الفرختين كده بالشكل ده. طبعا مش هنرمي الصوص، هنضيفه على الوش كده، وكل شويه بالمعلقه بقى او بالفرشه مثلا وهي في الفرن ندهنها. انا مولعه الفرن من تحت بس، ما ولعتش من فوق. خدت معايا من ساعتين لساعتين ونص بصراحه، لان الفراخ حجمها كبير. بصوا ده الشكل النهائي بعد ما طلعت معايا من الفرن. عملنا الرز حبايه وحبايه اللون الاحمر. هنا الخضار اللي احنا عملناه مع سلطه زبادي، طبعا عملنا على طبقين، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، ويا رب ربنا يحسن ما بين ايديكم.